الفعاليات الرياضية والثقافية لسنة 2022 على مستوى بلدية الشقفة. من منكم لا يتذكر تظاهرة أرياف جيجل بموقع أيليان ببلدية الشقفة؟ بهذه المناسبة نسعد باستضافة السيد مخناش عصام، رئيس جمعية إيجيلجيلي للسياحة والصناعة التقليدية، والمبادر والمهندس والمنسق العام لتظاهرة أرياف جيجل. سيدي مرحبا بكم. مرحبا بكم الأخ يزيد، وشكرا على هذه الالتفاتة الطيبة. سيدي، ما يمكنك قوله عن تظاهرة أرياف جيجل والمنظمة أيام 12 و 13 و 14 ماي 2022 والمنظمة بموقع أيليان؟ بارك الله فيك. على كل حال شكرا مرة أخرى على الالتفاتة الطيبة من طرفكم. يمكن القول الكثير عن تظاهرة أرياف جيجل، لكن باختصار تظاهرة أرياف جيجل هي تظاهرة بادرت بها جمعية إيجيجيلي للسياحة والصناعة التقليدية، وتم تنظيمها وفق منهج تشاركي أردنا من خلاله إرساء نموذج تنظيمي تشاركي، وأيضا إبراز والانطلاق في رؤى تنموية ريفية ناجعة. تظاهرة أرياف جيجل هي تظاهرة تم تنظيمها والمشاركة في تنظيمها من طرف العديد من القطاعات، وأهمها قطاع الثقافة، السياحة، التكوين المهني، محافظة الغابات، وكذلك التشغيل والعديد من القطاعات أيضا كالشباب والرياضة، وأيضا من خلال بلدية الشقفة والعديد من الجمعيات والناشطة ببلدية الشقفة وحتى الولائية منها. تظاهرة أرياف جيجل هي تظاهرة سياحية ثقافية واقتصادية نظمت لمدة 3 أيام، فاق عدد زوارها 50,000. هي تظاهرة نقول أنها صنعت تميزا حقيقيا في التظاهرات السياحية المقامة سلفا، وهي كذلك رؤى تنموية نسعى إلى تطبيقها وتجسيدها ميدانيا. هذا ما نريد يعني قوله باختصار عن تظاهرة أرياف جيجل. والجميل فيها يعني حقيقة هو رأي وما حققته يعني من نتائج طيبة في آنها، سواء للأطفال أو للعائلات الجيجلية وحتى من خارج الولاية. ما هي آثار يعني وآفاق هذه التظاهرة، يعني تظاهرة أرياف جيجل يعني المقامة بأيليان تنمويا؟ هي يعني حقيقة أملنا يعني كبير في الانطلاق في رؤى تنموية ناجعة، منها الانطلاق في تفعيل واستغلال المقومات السياحية الريفية بمختلف بلديات الولاية، كذلك العمل على تنسيق وتضامن يعني كبير بين مختلف القطاعات وكذلك أطياف المجتمع المدني نحو تحقيق تنمية متوازنة ورشيدة.
من بين هذه الرؤى التنموية أيضا هي العمل على إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة ريفية نسعى من خلالها إلى تحقيق جذب سياحي وتنوع اقتصادي وتحقيق إنتاج محلي رائد يسمح باستقرار رياف جيجل ضمن مختلف مناحي الحياة. كذلك هي أبعاد لاستغلال مثل هذه المقومات للانطلاق في أنماط سياحية عديدة كالسياحة الرياضية والسياحة الفلاحية وكذلك السياحة الثقافية. هناك أيضا العديد من الرؤى التنموية وهي تفعيل نمط السياحة الفلاحية والذي يعد موردا هاما لتحقيق ودوام الزراعة أو الفلاحة العائلية خصوصا لدى الشباب. وكذلك هناك العديد من الآفاق التنموية الأخرى التي نراهن عليها مستقبلا إن شاء الله. رياف جيجل صنعت الحدث يعني وكانت ناجحة 100%. هل تفكرون يعني بتنظيم تظاهرات أو طبعات أخرى يعني إن صح القول؟ صدقني الأخ يزيد لحد الآن يعني بالنسبة لطبعة أخرى لتظاهرة أرياف بموقع عيليان حقيقة لما انطلقنا في هذه التظاهرة كانت لنا رؤى للانطلاق في تظاهرات لأرياف جيجل بمختلف مواقع الأرياف على مستوى مختلف بلديات الولاية. بالنسبة للطبعة على مستوى موقع أيليان حقيقة نقول لك أني بصفتي رئيس جمعية إيجيجيلي للسياحة والصناعة التقليدية الهدف ليس إنشاء تظاهرات فحسب وإنما هو الانطلاق في رؤى تنموية حقيقية لمختلف أرياف ولاية جيجل. يعني واش حبيت نقول لك الأخ يزيد أنه نتمنى تحقيق الرؤى التنموية لأنه أنا بصفتي باحث يعني ومختص في التسويق السياحي أنه عملنا يعني كجمعية إيجيجيلي للسياحة والصناعة التقليدية ليس القيام بالتظاهرات والتي يصعب حقيقة تنظيمها لوجود العديد من التحديات التنظيمية. ولقد شاهدتم يعني بأم أعينكم عن صعوبة يعني التنظيم ولولا الالتفات الكبير من شباب المنطقة الذين أعتز بهم حقيقة في المساهمة في إنجاح وتنظيم هذه التظاهرة. نأمل إن شاء الله إلى الانطلاق في تنظيم تظاهرات شبيهة حتى ولم لم تكن من طرف يعني جمعية إيجيجيلي، لكن الأهم هو الانطلاق في رؤى تنموية وتعزيز هذه المواقع اقتصاديا وفعليا بأطر تنظيمية محكمة ووفق آليات ناجعة وليست مؤقتة أو تقتصر على تظاهرة لأيام معدودات وفقط. أشكرك سيدي على قبولك الدعوة وبالتوفيق إن شاء الله يعني في أعمالكم القادمة. شكرا جزيلا الأخ يزيد وبارك الله فيكم لجمعية الوئام لأولاد علال على هذه المبادرة الطيبة.